السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا. قصة النهاردة رعب تخطى كل الحدود، رعب يخلي قلب الإنسان يرجف ويتنفض من اللي هتسمعوه. قصة محدش يتخيلها. قصة النهاردة أنا مش بتكلم فيها عن مجرم أو سفاح أو واحد صايع، لأ، ده أنا بتكلم عن شاب إمام مسجد حافظ القرآن. الناس كانوا بيطلبوه يصلي بيهم قيام الليل. الشاب ده كان متكفل وكان دايما بيذبح لله، أو اللي عايز يذبح حاجة لله بيخليه هو اللي يقوم بالموضوع ده، لأنه كان عارف الناس الغلابة، وكان في ناس بيساعدوه ويكتبوا له أسامي الناس اللي محتاجين لحمة عشان يوزع عليهم. والشيخ ده من حوالي شهر ونص راح قال للناس اللي بيساعدوه جهزوا له ورقة بأسامي الغلابة اللي عايزين لحمة عشان أنا هذبح. وفعلا ذبح، لكن ذبح مين؟ ده ذبح أمه، قطع أمه وكان عايز يوزعها على الناس عشان أول ما يفوق ويشوف هو عمل إيه يقول حاجة محدش يتخيلها، العقل يقف عندها. نبدأ قصتنا، نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله. وقبل ما نبدأ القصة بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. في مركز المنزلة في محافظة الدقهلية شاب جميل، شاب يفرح، شيخ وإمام مسجد بيصلي بالناس القيام، والناس كانوا بيطلبوه في أكتر من الجامع يصلي بيهم من صوته الجميل وخشوعه في الصلاة وصلاته الهادية الجميلة. الشيخ ده كان معروف بأعماله الخيرية الكتير اللي هو كان بيعملها، واللي كانوا كمان الناس بيكفلوه إن هو يعملها. يعني مثلا كان يوزع على الناس السكر والزيت، الفلوس، الأموال، الأضحيات، اللحمة، اللي بيذبح حاجة كان بيخليه هو اللي يذبح ويوزع على الناس. الشيخ ده جت فترة حصلت في الفترة الأخيرة اللي هي في شهر ذي الحجة، أعصابه تعبت قبل العيد الكبير بحوالي 4-5 أيام. أعصابه كانت تعبانة وكان دايما بيتخانق وبالشكل. وفعلا زوجته راحت حجزت له عند دكتور. هي قالت له يعني راحت تحجز عند دكتور كبير مخ وأعصاب، لأن هو بدأ يتخانق جامد، وأي حد يتخانق معاه كان بيتهجم عليه يضربه ويعوره، وده مش طبعه خالص ولا دي طريقته نهائي. ده الراجل ده يعني كانوا الناس بيتكلموا عنه وعن أخلاقه وعن كل حاجة فيه. راحت للدكتور ده عشان تحجز، قالت له انا هجيب لك جوزي النهارده. قال لها لا، النهارده ما ينفعش، النهارده كومبليت، العياده مليانه ومش هعرف خالص. قالت له هديك الطقطقين، هديك كشفين، لان جوزي اعصابه تعبت وممكن هو بيضرب حد وبتهجم عليه ممكن يقتله. قال لها لا، مفيش النهارده خالص، هاتيه بكره وهدخلك اول واحده العصر. صدقيني العصر جوزك هيبقى بكرة أول واحد عند الدكتور. أنا مش بحجز لحد غير في يومها، بس انت عشان خاطرك بكرة العصر هدي. فضلت تتحايل على الراجل وتقوله هديك فلوس زيادة، مفيش فايدة، هاتي بكرة. عشان يجي بكرة الصبح حوالي الساعة 12 الظهر الناس يفوقوا على صريخ الشاب ده عمال يصرخ. الناس يطلعوا يجروا على مصدر الصريخ ده. جراج في العمارة بتاعتهم، في بيتهم، ال3 أدوار بتاعت بيتهم، بيته وبيت أخوه وشقة والدته، عمارة وتحتها الجراج بتاعهم. الناس يروحوا على الصريخ على الجراج ويشوفوا اللي محدش يتخيله، يشوفوا الرعب اللي محدش يتوقعه ولا ربنا يكتبها على حد، وربنا يقينا ويصرف عنا شر ما قضى يا رب. يشوفوا الست الكبيرة أمه مقسومة نصين، راسها مفصول عن جسمها، راسها في طبق وجسمها في طبق، وابنها عمال يصرخ حواليها وهدومه كلها دم وجنبه سكينة الدم. الناس من الصدمة مش متخيلين، ومن المنظر ايه ده، ايه اللي بيحصل؟ الناس مش كانت عارفة تستوعب. اخوه لما نزل تحت
ومرات أخوه ومراته وعياله شافوا المنظر. ايه ده؟ أخونا جايب أمنا وذبحها ومقطعها وحاططها في اطباق ومجهز كل حاجة زي ما كان بيعمل وزي ما كان بيذبح، كأنه بيذبح بهيمة بالظبط. ده جايب الاطباق البلاستيك والاكياس والسواتير والسكاكين وخرطوم المية اللي بعد ما يخلص هيغسل بيه المكان ويغسل بيه ويمسح بيه، والمساحة والمقشة كل حاجة مجهزها. وطلع أخد مامته من شقتها من تاني دور، الست الكبيرة العيانة المريضة اللي عندها جلطة في دراعها، ما كانتش بتقدر تتحرك غير بالعافية، وست ضعيفة جسمها قليل وحركتها بسيطة جدا بسبب ظروف مرضها وعياها، وست كان كله بيشهد باحترامها وبطيبتها وبأخلاقها، والناس كانوا بيحسدوها على ابنها ده، ويقال ان اللي حصل ده حسد وعين حصلت للشاب ده عشان يحصل له كده ويعمل في أمه كده. الناس ذهلوا من الموقف، الناس ما كانوش عارفين يعملوا ايه، وهو منهار وعمال يصرخ وعمال يتقلب في الارض مش مصدق هو عمل ايه ولا ان دي ازاي. وبيقال يا جماعة ان في حاجة صورت له ان امه دي هي البهيمة اللي مفروض ان هو يذبحها عشان يوزعها على الفقراء زي ما هو قال ليلتها، واتصل على الشباب اللي كانوا بيساعدوه ويجيبوا له اسامي الناس اللي محتاجين اللحمة في الورق. وفعلا الشباب دول راحوله بالليل وادوله الكشف بأسامي وعدد الناس اللي هيروح لهم اللحم، فيقوم تاني يوم يجيب أمه على أساس إن هي البهيمة، أو يعني أعزكم الله، ويذبحها على أساس هي الضحية اللي هتتذبح وتتوزع على الناس. وذبحها وفصل الراس وبادئ في التشفية وفي التقطيع فاق. الغمام اللي على عينه اتكشفت، الغشاوة اللي على عينه راحت، اكتشف ان هو ذبح امه وبيقطع امه، ودخل في نوبة انهيار وصراخ وفضل ما يتكلمش، يعني يقال لغاية الآن هو ما بيتكلمش. اللي حصل للشاب ده ايه؟ اللي حصل لشاب يخليه عين وتيجي عليها غشاوة بحيث ان هو يشوف امه بهيمة؟ ده سحر ولا حسد ولا مرض نفسي ولا ايه بالظبط؟ الشاب ده كان شاب صالح، مش هنقول شاب بيتعاطى حاجة زي اللي بيتعاطوا او بيشرب مخدرات، لا، ده شاب كان من اصحاب القرآن ومن ارباب المساجد، يعني شاب لا غبار عليه، شاب كان الناس بيحسدوا امه عليه، ودي اتقالت من اكتر من حد، الناس كانوا بيحسدوها على تربيتها لعيالها عشان تموت مذبوحة بإيد عيل من عيالها. ربنا يرحمها ويجعل الموتة الصعبة اللي هي شافتها دي شفيعة ليها وتكفر عن ذنوبها، الموت الصعبة ان هي تتذبح بإيد ابنها. الله أعلم ايه اللي حصل للشاب ده وايه اللي شافه وايه اللي جراله وقتها. القصة دي حصلت بالفعل في مدينة المنزلة في محافظة الدقهلية. في معانا قصص تانية هنقولها ان شاء الله في الحلقات الجاية، وللمزيد من القصص بتمنى منكم دعم القناة والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس والشير عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.